السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله الفيديو ده هيبقى عبارة عن رد على أسئلة كتيرة جات لي في التعليقات، فقلت أقدمها عن طريق شرح مبسط في فيديو. وده أكتر هيبقى للناس اللي لسه أول مرة تركب عربية، أو لسه بتفكر تشتري، أو معاه عربية بالفعل ولكن ما يعرفش حاجة عن العربية غير إنه يدورها الصبح ويتحرك بيها، وما عندوش أي فكرة عن الأجزاء الأساسية اللي موجودة في عربيته، وخصوصا اللي تحت الكبوت. اسمها إيه ووظيفتها إيه؟ مكانها موجود فين في العربية؟ طب لو لمبة الأعطال ظهرت معاه في العربية، فين كمبيوتر العربية؟ وفين فيشة الأعطال موجودة فين؟ وإيه اللي بيعمله؟ كل الأجزاء الأساسية في عربيتك هتعرفها في الفيديو ده. وكل الأجزاء اللي هنتكلم عنها دي موجودة في كل السيارات اللي بتشتغل بالبنزين. مش هنتكلم النهاردة بمصطلحات كبيرة، هنتكلم بشكل بسيط وسهل لأي حد مبتدئ. فياريت تتابع معانا الفيديو للآخر، بإذن الله هتستفاد من كل حاجة هنقولها. ولو في حاجة نسيتها أثناء الفيديو ياريت تسيبولي بيها تعليق، إن شاء الله أرد عليها. بس في البداية لو أنت مهتم بعالم السيارات، فأنت إن شاء الله أكيد هتشترك معانا هنا في القناة، لأنك هتلاقي كل ما يخص عالم السيارات من إصلاح وصيانات موجود عندنا هنا في القناة. فإن شاء الله تشتركوا معانا وتستفادوا منه. مبدئيا كده في فيديو هيظهر أعلى الشاشة دلوقتي حالا، بنشرح فيه إيه الفحص اللي أنت بتعمله أو بتشيك عليه في السيارة يوميا قبل ما تتحرك بيها. اتفرج عليه، هيفيدك لو انت لسه مبتدئ في عالم السيارات. اول حاجة هنبدأ بيها اول ما بنفتح الكبوت هي البطارية. اول ما بتدور العربية الصبح، اول حاجة بتشتغل هي البطارية علشان تمد العربية بالطاقة لبدء التشغيل. فالبطارية بتبدأ توصل طاقة للبوجيهات او شمعات الاحتراق. البوجيهات دي بيبقى موجود مكانها هنا كده عند الجزء ده كده. الكابلات اللي انتوا شايفينها ديت، الاربع كابلات دولت متثبت تحت منهم اربع شمعات احتراق او اربع بوجيهات. البوجيهات دي بتبقى متثبته داخل المحرك. والبوجيهات دي باختصار هي عباره عن حاجه كده زي الاشعال الذاتي اللي موجود عندك في السخان والبوتاجاز اللي في البيت. والبوجيهات دي بتطلع شراره علشان المحرك يبدا يدور. في بنزين وهواء بيبداوا يدخلوا للموتور. البنزين والهواء دولت بيحتاجوا شراره علشان عمليه الاحتراق الداخلي تتم داخل الموتور. طبعا عمليه الاحتراق دي انت مش بتشوفها، بيبقى داخلي مش بيبقى باين قدامك. طيب البنزين بيبقى موجود في العربية، الهواء بيجي منين؟ الهواء بيجي من الفتحات اللي بتبقى قدام العربية ديت، من الشبكة دي. الشبكة ديت بتدخل هواء من هنا. الهواء ده بيمر من خلالها وبيدخل على فلتر الهواء. فلتر الهواء بيبقى موجود في العلبة اللي قدامكم ديت، موجود جوه منها فلتر الهواء. ودايما في الصيانات بنسمع عن مصطلح اسمه فلتر الهواء. فلتر الهواء دوت الهواء بيدخل من خلاله علشان يتنقى الهواء من الأتربة، ويدخل الهواء للموتور نضيف خالي من أي أتربة. وفي فيديو هنا في القناة بنشرح فيه امتى بنغير فلتر الهواء وازاي بنغيره وننضفه. هيظهر دلوقتي أعلى الشاشة حالا. الهواء اللي بيدخل للموتور مع البنزين بيحتاج شرارة علشان خاطر يحصل عملية اشتعال داخلي في الموتور، والموتور يبدأ في عملية التشغيل. بعد كده البطارية بتحول الطاقة بتاعتها على الدينامو. الدينامو مكانه بيبقى في الجزء ده كده، هو ده الدينامو. والسير اللي لونه اسود دوت ده سير الدينامو. الدينامو دوت هو اللي بيمد اجزاء العربيه كلها بالطاقه. خلاص هنا البطاريه هنا دورها انتهى خلاص. وظيفه البطاريه انها مع بدايه التشغيل بتدور الموتور وبتوصل طاقه للدينامو. والدينامو بعد كده هو اللي بيتولى امداد العربيه او اجزاء السياره كلها بالطاقه. والدينامو نفسه هو اللي بيشحن البطاريه نفسها. البطاريه نفسها بتشحن عن طريق الدينامو. علشان كده لو الدينامو او سير الدينامو في مشكله عندك او مقطوع، هتلاقي البطاريه بتنام دايما وشحنتها بتتفرغ بسرعه. طيب اثناء عمليه الاحتراق اللي اتكلمنا عنها ديت، في عمليتين بيتموا. اول حاجه هي خروج العادم من الموتور، بيخرج عن طريق الشكمان اللي موجود خلف العربيه من ورا. الحاجه التانيه هي عمليه التبريد اللي بتتم داخل الموتور. في عمليه تبريد بتتم داخل المحرك، وعمليه التبريد دي بتتم عن طريق سائل التبريد والريداتير. سائل التبريد ده بيبقى متوصل بالريداتير عن طريق قربة المية. قربة المية بيبقى هو ده مكانها. وسائل التبريد دوت اللي موجود سائل تبريد مخصص، مش مية حنفية. وممنوع طبعا انك تستخدم مية الحنفية نهائيا او حتى تزود بيها، بسبب انها بتعمل اضرار وتآكل وصدى في دورة التبريد. وموجود هنا في القناة فيديو بنتكلم فيه عن مياه التبريد، بنتكلم فيه بالتفصيل، هيظهر اعلى الشاشة حالا. قربة المية ديت متوصلة في خرطوم متوصل بالريداتير. الريداتير ده بيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود كده هنا في الجزء ده الامامي، في اول جزء في مقدمة العربية. وده بيبقى مكانه وده شكله.
اتمنى يكون شكله واضح كده معانا. الرادياتير دوت بيبقى موجود في المقدمه هنا علشان خاطر الهواء يخش له بسهوله من الفتحات او من الشبكه الاماميه اللي بتبقى في المقدمه ديت. فالهواء لما يدخل الرادياتير ده بيساعد على عمليه تبريد الرادياتير بسرعه. الرادياتير دوت بيبقى متوصل عليه مروحه للتبريد اللي هي ظاهره قدام مننا ديت. المروحه دي بتبقى متثبته على الرادياتير. المروحه دي بتبدا تشتغل اول ما درجه الحراره بتوصل للدرجه المطلوبه، تبدا تشتغل المروحه للتبريد. بعض موديلات السيارات بيبقى فيها مروحه واحده بتشتغل بسرعتين، سرعه مع التبريد وسرعه اكبر مع التكييف. اول ما بتشغل التكييف السرعه الثانيه بتشتغل. وفي بعض الموديلات بيبقى فيها مروحتين للتبريد. عندي هنا في الموديل ده موجود مروحتين، واحده بتشتغل للتبريد لما درجه الحراره بتعلى، والثانيه بتشتغل اول ما بشغل التكييف. والعربيه اللي فيها مروحتين افضل من مروحه واحده، لان التكييف بيعمل حمل زائد على المحرك. فلما مروحتين بيشتغلوا للتبريد هتلاحظ ان درجه الحراره بتقل مع تشغيل التكييف مش بتزيد. جرب كده لو عندك مروحتين في عربيتك، شغل كده التكييف هتلاقي درجه الحراره بتقل. ودي ميزه كويسه بصراحه موجوده في الرادياتير اللي متثبت عليه مروحتين. انا اسف طولت في الجزئيه ديت لان الجزء ده من اهم الاجزاء اللي موجوده في العربيه. هنروح بعد كده لزيت الفرامل. زيت الفرامل بيبقى موجود في العلبه اللي قدام منكم ديت، او بيسموه زيت الباكم، الصناعيه بيسموه زيت الباكم. زيت الباكم ده او زيت الفرامل ده ورا منه كده على طول هتلاقي كده في قرص مدور او قطعه معدنيه مدوره. القطعه دي اسمها السيرفو. العربيه لو ما فيهاش السيرفو هتيجي كده لما هتمسك فرامل او تدوس على دواسه الفرامل هتلاحظ ان دواسه الفرامل محجره معاك او ناشفه معاك شويه، لان وظيفه السيرفو باختصار هو بيعمل مرونه لدواسه الفرامل. بيخلي كده في مرونه وانت بتضغط كده او بتدوس على دواسه الفرامل عشان تبقى سهله ومرنه وانت بتضغط على الفرامل. علشان كده لو لقيت دواسه الفرامل محجره معاك او ناشفه يبقى ده عيب في السيرفو. بما اننا اتكلمنا عن الفرامل، ففي جهاز هنا في العربيه او نظام اسمه ABS فرامل، وده نظام بيبقى موجود على فرامل العربيه كنوع من وسائل الامان. مش كل العربيات طبعا بيبقى فيها ABS فرامل. مكانه بيبقى موجود في الجزء ده كده، في الجزء ده كده بيبقى مكانه موجود، بس انا عندي في العربيه في الموديل بتاعي ده مش موجود ABS فرامل. والABS ده كده باختصار وظيفته هو مانع للانزلاق. يعني ايه؟ لما بتبقى ماشي على سرعه عاليه وبتيجي تمسك فرامل مفاجاه، فالعربيه بتبدا تزحف منك وبتنزلق على الارض وبتعمل الصوت اللي كلنا بنسمعه من الكاوتش ده. الABS بقى وظيفته ايه؟ الABS الفرامل وظيفته انه بيمنع العربيه انها تزحف منك على الارض، وبيخلي الفرامل تمسك بسرعه وبثبات اكتر. ده غير انها بتخليك تتفادى اي حاجه قدامك وانت ماسك فرامل من غير ما العربيه ما تلف منك. هو ده الABS. هنروح بعد كده للفيوزات اللي موجوده في العربيه. الفيوزات دي اي عربيه موجود فيها علبه فيوزات خارجيه وعلبه فيوزات داخليه. اي جزء في العربيه بيبقى ليه فيوز متوصل عليه، زي مثلا نور الصالون، الكلاكس، الولاعه، الكشافات. كل جزء في العربيه بيبقى ليه فيوز. الفيوز ده باختصار هو سلك معدني. اول ما التيار الكهربائي للعربيه بيعلى اول حاجه بتضرب هو الفيوز، وبكده الفيوز ده بيحمي لي اجزاء السياره من التلف. ده بيبقى مكان علبه الفيوزات الخارجيه، بيبقى موجود مكانها هنا. في فيديو عندنا هنا في القناه هسيبه لكم في صندوق الوصف، بنتكلم فيه عن الفيوزات كلها وازاي بنغيرها اول ما في فيوز بيبوظ منك، ازاي بتغيره وبتكشف عليه. وهنعرف دلوقتي مكان علبه الفيوزات الداخليه مكانها بيبقى فين. طبعا علبه الفيوزات الداخليه مكانها موجود هنا كده في العلبه دي، العلبه اللي هي جنب الدركسيون على طول. العلبه دي في جوه منها الفيوزات الداخليه. طبعا هي ليها مسمار من تحت كده بتفكه بمفك، وبسهوله كده بتتحل معاك العلبه اهي. تبدا تظهر معاك الفيوزات الداخليه كلها اهي، بتبدا تظهر معاك. طبعا الفيوزات ديت متوضحه عندك فوق في الكتالوج تخص ايه، بالاضافه انك هتلاقي كده على علبه الفيوزات نفسها كما زي ما هم موضح كده بالصوره الاشكال اللي قدام منك دي اشكال الفيوزات، وبيقول لك كل فيوز يخص ايه. طبعا الكلام ده هتتاكد منه اكتر من الكتالوج، ولو مش عايز تبص على الكتالوج بص كده في ظهر العلبه دي كده من جوه بتاعت الفيوزات الداخليه، هتلاقي مرسوم عليها كده ومشروح كل فيوز يخص ايه ورقمه كام هنا في العلبه ديت. ده بالنسبه لعلبه الفيوزات الداخليه. العلبه اللي جنب الموتور دي اللي لونها اسود دي، العلبه دي جوه منها سير التقسيمه او سير الكتينه، والعلبه دي بتحافظ على سير الكتينه من الاتربه.
في فيديو عندنا هنا في القناة بنعرف فيه ازاي نفحص سير الكتينة ونعرف حالته. فلتر التكييف بيبقى موجود تحت المساحات كده على طول، العلبة السوداء ديت اللي قدام مننا دي تحت منها فلتر التكييف. موجود فيديو هنا في القناة مع فلتر الهواء بنعرف ازاي ننظف ونغير فلتر التكييف. الجهاز ده او القطعة دي ده موتور المساحات. القربة اللي على الشمال دي قربة مياه المساحات، والقطعة السوداء اللي متثبتة دي على قربة مية المساحات، القطعة دي ده موتور مية المساحات. الموتور ده هو اللي بيخلي المية تخرج لك على الازاز مع المساحات. الموتور ده لو علق معاك مش هيخرج مية مع المساحات. هيظهر فيديو اعلى الشاشة دلوقتي حالا هيعرفك ازاي تصلحه لو علق معاك. بعد كده هنتكلم عن حساسات العربية، هنتكلم طبعا عن كمبيوتر العربية وفيشة الاعطال، انا مش ناسيهم، بس هنتكلم الاول عن الحساسات وبعد كده نروح لكمبيوتر العربية. اول حساس موجود قدامنا هنا اللي متثبت دوت على علبة فلتر الهواء. الحساس ده اسمه حساس الارماس او حساس الهواء، والحساس ده وظيفته هو اللي بيحدد كمية الهواء اللي داخله للبوابة. طيب البوابة دي فين؟ البوابة دي هنا، هي دي البوابة. طيب البوابة دي وظيفتها ايه؟ احنا قلنا طبعا في بداية الفيديو ان في هواء وبنزين بيدخلوا للموتور علشان عملية الاحتراق تتم. البوابة دي بقى هي اللي بتتحكم في كمية الهواء اللي داخلين للموتور في غرفة الاشتعال الداخلي. رقم 2 حساس الزيت او زي ما بيسموها ساعة الزيت. مكانها بيبقى خلف الموتور على طول، وده شكلها، ده شكل حساس الزيت. بيبقى متثبت في الفيشة اللي انتوا شايفينها اللي عليها السلك ديت، وبيبقى داخل جوه المحرك جوه الموتور. طيب وظيفته ايه حساس الزيت دوت؟ وظيفته هو قياس ضغط الزيت في المحرك، بيعرفك كمية وضغط الزيت اللي موجودة في المحرك، ولو في اي مشكلة في دورة الزيت هتلاقي لمبة الزيت نورت عندك في التابلو، ولو حساس الزيت نفسه في مشكلة هتلاقي لمبة الزيت في التابلو بتنور وبتطفي، ما بتبقاش ثابتة. وهتلاحظ كده حوالين ساعة الزيت او حساس الزيت هتلاحظ ان في نقع وتسريب زيت جاي من حساس الزيت، ده كده معناه ان حساس الزيت محتاج انه يتغير. هنروح بعد كده للبطاحات. ايه البطاحات ديت ومكانها فين؟ البطاحات ديت هي الجزء ده والجزء ده، الجزئين دولت اسمهم البطاحات. البطاحات دي باختصار هي عبارة عن روبان بيلي وكاوتش بيربطوا المساعد مع جسم العربية علشان لما تيجي تلف العجل فالمساعد يلف معاه. دي وظيفة البطاحات. ورقم الشاسيه بتاع العربية هو ده رقم الشاسيه او رقم الهيكل او رقم تعريف السيارة ايا كانت المسميات. رقم الشاسيه ده بيبقى موجود عليه معلومات اساسية عن السيارة والمحرك والمصنع. بالنسبة لرقم الموتور، رقم الموتور بيبقى موجود تحت علبة فلتر الهواء، العلبة السوداء ديت اللي فيها فلتر الهواء. لو فكيت العلبة دي كده هتلاقي تحت منها رقم الموتور. طبعا فكها سهل جدا، بتفكها كده، بتشد الجزئين دول كده اهو، بتتفك معاك العلبة بسهولة، وهتلاقي تحت منها رقم الموتور بتاع العربية بتاعتك. ولو هتلاحظ وانت في المرور، الفني بتاع المرور وهو بياخد البصمة لازم يفك علبة فلتر الهواء علشان ياخد البصمة. هنروح بعد كده لكمبيوتر العربية وفيشة الأعطال وكنترول الباور. كمبيوتر العربية ده بيبقى العقل الخاص بالعربية. لما بتيجي تدور العربية أو تدوس بنزين أو تدوس فرامل، أي حاجة بتعملها أو بتتم في العربية فدي أوامر أنت بتديها للعربية. الأوامر دي كلها متسجلة على كمبيوتر العربية. عمليات الاحتراق اللي احنا اتكلمنا عنها في البداية متسجلة على كمبيوتر العربية. طيب كمبيوتر العربية ده بيبقى فين؟ طبعا في اللادا جرانتا هنا كمبيوتر العربية موجود من داخل العربية من جوه. احنا هنا دخلنا جوه العربية، شايفين الدرج ده كده، الدرج ده كده في ظهره بالظبط الكمبيوتر بتاع العربية موجود في ظهر الدرج ده بالظبط، يعني عشان نوصل له بنفك الدرج دوت. طيب وزي ما قلنا طبعا مكانه بيختلف من العربية للتانية. طيب فين بقى مكان فيش الاعطال؟ فيش الاعطال كده برضو هننزل تحت كده عند تحت الدرج كده على طول على الشمال كده تحت خالص، هنلاقي كده في شبكة ظهرت معانا اهي، ان شاء الله تكون باينة معانا اهي. الفيشة بدأت تظهر اهي، الفيشة اللي جوه ديت اللي بشاور عليها ديت هي دي فيش الاعطال، ان شاء الله تكون ظاهرة معانا. اول ما بيحصل اي عطل او اي خلل في اي جزء من اجزاء العربية، الكمبيوتر بيظهر لك العطل ده على هيئة لمبة بيان بتظهر لك في شاشة التابلو. لما تظهر لك اللمبة دي في شاشة التابلو ده كده الكمبيوتر بيقول لك ان في عطل او خلل في حاجة معينة. انت اول ما بتيجي تعمل كونتاكت الانوار دي كلها بتنور اللي انت شايفها ديت.
الانوار دي طبعا انا شارحها هنا في فيديو سابق، انا مش هشرحها كلها، انا بس هركز على لمبه معينه، هي دي اسمها لمبه الاعطال، اللي لو في اي جزء في العربيه في عطل او خلل بتظهر لك اللمبه ديت، عشان خاطر الكمبيوتر بيقول لك روح شوف العربيه فيها ايه، العربيه فيها عطل ما، اكشف عليها عشان تعرف العطل ده ايه. اللمبه اللي هي لونها اصفر دي هي دي لمبه الاعطال. المفروض ان انت اول ما بتشغل كونتاكت الانوار دي بتنور كده، اول ما بتدور العربيه الانوار دي كلها بتطفي. لو في اي لمبه ظهرت او نورت بعد ما دورت العربيه، معنى كده ان اللمبه ديت في مشكله في الحاجه، اللمبه اللي نورت ديت، لمبه الاعطال دي الصفرة ديت دي لمبه الاعطال. طيب انت بتعمل ايه اول ما بتظهر عندك اللمبه ديت؟ بتطلع على اقرب مركز صيانه تتعامل معاه او التوكيل ايا كان، لو انت كنت لسه في الضمان بتروح مركز الصيانه وبتخلي الفني هناك يحط لك العربيه بتاعتك على جهاز الاعطال، بيوصلها في فيش الاعطال، بتلاقي كده في كود ظهر على الجهاز، الكود دوت خاص بعطل ما في العربيه، بيقول لك صلحه، طبعا بتصلحه على طول، وبتلاقي اللمبه دي طفت معاك بمجرد ما بتصلح العطل دوت. ده بالنسبه لكمبيوتر العربيه وفيشه الاعطال. طيب بالنسبه لكنترول الباور بتاع الدركسيون، الباور بتاع العربيه هنا مش بيشتغل بالزيت، الباور هنا شغال بالكهرباء، لان في ناس كتير بسمعها في التعليقات بتقول لي فين زيت الباور؟ العربيه ملهاش زيت باور، العربيه الباور بتاعها شغال بالكهرباء، وبيبقى ليه فيوز وبيبقى ليه كنترول. طيب كنترول الباور فين والفيوز بيبقى فين؟ الفيوز طبعا بيبقى موجود في العلبه الخارجيه بتاعت الفيوزات اللي احنا شفناها في بدايه الفيديو. كنترول الباور طيب بيبقى موجود فين مكانه؟ كنترول الباور بيبقى موجود تحت الدركسيون ده كده بالظبط، هنلاقوه كده، هننزل كده تحت الدركسيون، هو الجهاز اللي ظهر معانا ده اللي فيه كلام مكتوب عليه ده، هو ده اللي انا بشاور عليه ده، هو ده كنترول الباور. طيب كنترول الباور ده وظيفته ايه؟ وظيفته انه بيخلي لي الدركسيون ناعم وسهل وخفيف في الحركه. انت اول ما بتيجي تشغل العربيه الصبح قبل ما بتشغلها بتلاقي الدركسيون ده تقيل، اول ما بتشغل العربيه وبتدورها بتلاقي الدركسيون بقى ناعم، دي وظيفه كنترول الباور. طبعا لو العربيه فيها زيت باور، وظيفه زيت الباور برضو هي نفس الوظيفه بتاعت كنترول الباور. طيب بالنسبه لكنترول الباور لازم نخلي بالنا هنا في العربيه في لادا جرانتا، لان في ناس كتيره قوي بتشتكي من كنترول الباور. لما بتروح تغسل العربيه بلاش تجيب ميه تحت على الكنترول من تحت، لان طبعا العامل اللي بيغسل لك العربيه ما يعرفش ان العربيه فيها كنترول باور، وما يعرفش ان هو موجود في الجزء ده تحت الدركسيون. فبلاش تغسل العربيه خالص من جوه، لان كنترول الباور سعره غالي للاسف، واللي بيبوظه اكتر حاجه بيبوظه الميه، لان ناس كتير ما تعرفش ان مكانه تحت، فنخلي بالنا من القصه ديت. في فيديو دلوقتي هيظهر اعلى الشاشه، الفيديو ده بنتكلم فيه بالتفصيل عن كنترول الباور وعن فيوز الباور، وازاي اغير فيوز الباور لو فيوز الباور ضرب مني اللي في العلبه الخارجيه اللي بره. كل الحاجات اللي اتكلمنا عنها النهارده دي في الفيديو احنا متكلمين عنها باختصار، لكن لو عايز تعرف كل حاجه بالتفصيل عنها احنا عاملين هنا فيديوهات كتيره بنتكلم فيها بالتفصيل عن حاجات كتيره اتكلمنا عنها النهارده، اتفرجوا عليها ان شاء الله تستفادوا منها. ولو في اي حاجه نسيتها في الشرح دلوقتي يا ريت تسيب بيها تعليق وان شاء الله نرد عليها. اتمنى اكون وصلت معلومه. لو الفيديو عجبك يا ريت لايك للفيديو واشتراك في القناه، لانك هتلاقي كل ما يخص عالم السيارات من اصلاح وصيانات موجود عندنا هنا في القناه، فان شاء الله تشتركوا معانا علشان تستفادوا من كل اللي قدمناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.